السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي ومتابعي موحى الأهلاوي، أهلا بكم. الحقيقة شفنا أيام صعبة قوي اليومين اللي فاتوا، أول امبارح وامبارح. آه، مش متعودين على كده. جمهور النادي الأهلي مش متعود على الوضع ده. بقالنا من وقت السوبر الأفريقي داخلين على تقريبا 6 شهور او 7 شهور. والوضع مش مستقر في النادي الاهلي. الاداء الفني غير جيد تماما. حتى لما لعبنا السوبر المصري كسبناه بضربات جزاء ضد نادي الزمالك. وده برضو ما كانش اللي هو المعتاد في الفترة الأخيرة على مباريات الأهلي والزمالك. الأداء كان زي ما بيقولوا رايح في داهية. وكان في تنبيهات كتير قوي ب الوضع اللي موجود فيه مستر كولر والتفكير اللي بيفكروا في التغييرات، في تأخير التغييرات، في اللعب في التشكيل، في حاجات كتير قوي. ما عادش فيه روح في الفرقة، ما عادش عنده مشاكل مع اللعيبة، عنده مشاكل مع قفشة، عنده مشاكل مع السولية، عنده مشاكل مع عمر الساعي لغاية لما سابه، لغاية لما وزنه بقى زاد. عنده حاجات كتير جدا. طبعا يعني قديما ان هو مشى احمد عبد القادر، مشى ديانج، مشى كهربا، مشى محمد شريف، مشى حمدي فتحي. فطبعا كولر بدأ يعني يخرف في الايام الاخيره مع حبنا واحترامنا وتقديرنا للي قدمه للاهلي. لكن الاهلي مش بتاع الكلام ده. الاهلي عايز يكسب على طول، الاهلي عايز يبقى في الصورة على طول. فما ينفعش ان احنا نقول عمل لنا، ماشي عمل لنا على عيننا وعلى راسنا، لكن احنا ما بنشبعش. الجمهور الاهلي ما بيشبعش بطولات، ما بيشبعش ارقام قياسية، ما بيشبعش دوري ولا افريقيا. ازاي انت عملت فينا كده يا كولار؟ انت قدمت مباراة رائعة رائعة في جوهانسبرج. هل يبقى يعني انا حتى نزلت بوست بعد ما نزل التشكيل في مباراة القاهرة. انت ليه بتعمل كده؟ ليه متحفظ كده؟ ليه الاسلوب بالشكل ده؟ فطبعا يعني لما لقينا الشوط الاول مشى بشكل كويس وتقدمنا، مش كويس قوي، كنا مضغوطين برضو، كانوا هما ماسكين كوره. لكن خلاص بقى انزل الشوط الثاني في الدقيقه 60، الدقيقه 65، غير الدنيا خالص، ابدا هاجم، ابدا اعمل صدمه لفريق سان داونز ان انت خلاص ابدا انهي المباراه، ان انت تسجل هدف تاني ومعاك الجمهور ومعاك ارض الملعب. خلاص الموضوع كان سهل جدا ان احنا نعمله. الفرقة يعني صعبة لكن كان متناول ان احنا ممكن نقدر نضغط. لكن احنا كنا مصدرين لفرقة سان داونز خوفنا. احنا كنا قايل لهم احنا التشكيل اللي هو نزل بيه، وان احنا سايبين الكرة الاستحواذ لسان داونز. بنقول لسان داونز ان احنا خايفين منكم، فبالتالي لازم الفرقة بتاعت سان داونز لازم تهاجم. وخلي بالكم، اكتر حد مستفيد من المباراه دي هو مدرب بيراميدز، لان هو شاف كويس جدا سان داونز هتعمل ايه ووضعها ايه. فطبعا اتعلم، لان هو لازم يهاجم في المباراه اللي هنا. ممكن يعمل زي كولر، لان كولر يعني اتصرف تصرف حلو قوي في المباراه اللي هناك. الحاجه الوحيده اللي كانت تؤخذ عليه ان هو بيتاخر في التغييرات هناك. لكن المباراة اللي هنا ما كانتش محتاجة الكلام ده خالص. المباراة اللي هنا كان لازم أشرف بن شرقي يكون له دور، كان لازم الشحات يكون له دور، كان لازم الفرقة محمد طاهر يكون موجود برضو. حتى لو كان الشحات هينزل مكان طاهر، كان ينزل بدري برضو ان هو يريحه، لان طاهر عمل مجهود في الشوط الاول. حاجات كتير. ان التغييره الغريبه اللي عملها بطلوع امام عاشور اللي هو الرئه بتاعه الفرقه، ما كانش على مستواه في المباراه ديت. لكن امام عاشور معروف ان هو في لحظه بيعمل لك الفارق. يطلعه وينزل اكرم توفيق، كان طبعا تصرف غريب جدا. انت بتدافع 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 بتدافع، وده ما كانش يجب ابدا ان هو يكون. لكن
يعني. وفي الاخر بعد ما جه فينا الجون لسه راح تنزل قفشه وراح تنزل حسين الشحات بعد خلاص ما الوقت انتهى. آه، زعلانين جدا جمهور الاهلي. كان الهدف من البطوله ديت ان انت تاخد 3 افريقيا ورا بعض. الهدف ان انت تلعب الانتر كونتيننتال وتحاول توصل للمباراه النهائيه وتقابل ريال مدريد. كنا بنحاول ان احنا نلعب سوبر افريقي جديد. كنا بنحاول ان احنا نوصل كاس العالم 2029. لكم ان تتخيلوا كل الحاجات دي راحت بسبب غباء مدرب. يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس بجد بجد كان مباراة سيئة جدا 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 ادارها مستر كولر. وما كناش نتمنى النهاية دي اللي حصلت في الاستاد. الحقيقة لسه مش عارفين مين السبب فيها. هل بعض من جمهور الأهلي، ولا هل بعض من الصحفيين المحترمين؟ يعني في صحفيين كانوا موجودين محترمين، لكن هل هم اللي رموا الأزايز، ولا جمهور من جمهور النادي الأهلي؟ محدش لسه عارف. بيقال ان هم هيشيكوا على الكاميرات بتاعة الاستاد ويشوفوا مين السبب في المشكلة ديت، لان دي حاجة بتصدر حاجة سلبية للعالم كله عن مصر وعن النادي الأهلي. فطبعا الأهلي لما أقال كولر امبارح طبعا بيوجه له الشكر وهيعمل له حفلة صغيرة. مش عشان الموقف بتاع الاستاد بس اللي حصل والأزايز، لكن لأنه هو حق الله يستحق. هو يستحق في الفترات اللي فاتت، في السنتين او السنة ونص اللي فاتوا. لكن من شهر 9 لغاية امبارح او اول امبارح مفيش خالص. حتى مباراة العين الاماراتي انا شايف ان اللعيبة والجمهور والارض هم اللي عملوا النتيجة دي. مباراة الشباب مولودية الجزائر برضو امكانية. يعني حتى لو كان في حاجات بسيطة قوي. انت مدرب كويس، بس مدرب ممتاز، بس الفترة الأخيرة كانت صعبة قوي. كانت صعبة 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 جدا. معرفش ليه. معرفش ليه انت مش مركز. معرفش ليه طلبت لعيبة وقلت مفيش لعيبة عندي ومفيش سكواد عالي عندي. الاهلي جاب لك بن شرقي، الاهلي جاب لك العش، الاهلي جاب لك جراديشار، الاهلي جاب لك احمد متولي، جاب لك لعيبة كتير، وجايب لك كمان تريزيجيه، وجايب لك بعد كده زيزو. يعني انت المفروض تبقى فايق، تبقى مش محبط. انت عندك لعيبه كويسه. رجع لك اللعيبه المصابين. يعني انت كان في عز المشكله والمستوى اللي كان الاهلي فيه مش كويس، وقال ان مفيش لعيبه. كان في الوقت ده عنده 4 5 لعيبه مصابين او 6 لعيبه اساسيين. كان الفرقه بصراحه كان عندها مشاكل كتير. لكن رجع لك الاصابات، ورجع لك طاهر محمد طاهر، ورجع لك الناس اللي كانت بتقدم بمستوى حلو. وبعدين نفسيا حتى المفروض تكون انت مؤهل نفسيا ان انت تبقى خلاص انا عندي فرقة كويسة، اقدر العب بالتشكيل كويس، اقدر اوظف كويس. بس اهم حاجة توظف. مشى كويس. لما احنا بنهاجم بتلاقيه بيمشي كويس، بيوظف كويس، لكن بيخربها بعد كده. بيخربها في التغييرات. جاء افتكس افتكاسة حلوة في ماتش جوهانسبرج. تمام. ما خلاص بقى مش هتبقى، مش مستحيل. انا ما شفتش ان واحد بيغير طريقة لعبه في ماتشين ورا بعض مع نفس الفرقة. لا، انت في القاهرة لازم تغير طبعا. آه، ناس سمعت الكلام ده كتير ومش هنكرره كتير، لكن احنا يعني محبطين. محبطين جامد جدا. وكنا نتمنى بطولة افريقيا. انا عددت لكم كل اللي كان هنجنيه من ورا بطولة افريقيا. انتر كونتيننتال، السوبر الافريقي، كاس العالم للانديه 2029، ان انت هتحقق 3 القاب ورا بعض، وصول للنهائي ورا بعض. ما حصلتش في اي نادي في العالم.
مش عارف يعني، الوضع كان صعب جدا. والحقيقة يمكن لعله خير، يمكن يكون لنا خير في الدوري، محدش عارف. نكسب الست ماتشات وممكن، وده صعب جدا جدا جدا، لكن مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة مستحيل. ممكن بيراميدز يفقد 4 نقط أو 6 نقط، يخسر ماتشين، يتعادل ماتش ويخسر ماتش، يمكن. بس اهم حاجه لازم ناخد 18 نقطه، الست مباريات لازم باي شكل. حتى لو ما فيش امل في الدوري، يبقى لازم نحافظ على المركز الثاني، علشان نلعب افريقيا السنه الجايه، علشان نكون في افريقيا السنه الجايه بالسكواد الكبير العظيم اللي عندك ده. ما ينفعش تلعب كونفدراليه، الكونفدراليه ديت لها ناسها، لكن احنا كابطال افريقيا لازم بالسكواد الكبير، تريزيجيه، زيزو، بن شرقي، أسامة أبو علي، قفشة، إمام عاشور، الناس دي كلها، الشناوي، شوبير، الناس، رامي ربيعة، كل ولسه في صفقات جاية. كل ده عشان تلعب كونفدرالية؟ لا طبعا، لا طبعا، مستحيل. يعني مستحيل انا اتخيلها، مفيش حاجه طبعا بعيده عن ربنا، لكن مستحيل انا اتخيلها. لكن لازم نجتهد ونتعب ونحافظ على المركز الثاني، او جايز ربنا يجيبها من عنده جمايل وبيراميدز يخسر 6 نقط او 4 نقط، ونخش في الصوره ونجيب اهداف اكتر، ناخد الدوري. يعني لو جبنا اهداف اكتر من بيراميدز، الفرق تقريبا جون او جونين بيننا وبين بيراميدز، ناخد نلعب بكل قوه، وهم يخسروا ماتش ويتعادلوا ماتش، يبقى فيه 4 نقط، احنا نكسب كل الماتشات، ناخد الدوري. ليه لا؟ طيب، ايه بقى بعد كده؟ نعد الفرقه لكاس العالم. انت عندك 6 مباريات مع مدرب جديد. ممكن اول مباريتين ممكن يكونوا بجهاز فني مصري، او اول 3 مباريات، لكن الثلاثه التانيين يكون المدرب موجود، وانا بفضل انه يكون جوميز. يعني لو هتلعب اخر 3 مباريات اول 3 مباريات دول، يكون حتى جوميز خلص لان هو صرح وقال ان عنده مباريتين مهمين في الدوري السعودي. لو خلصهم وبقى فرقة الفتح، الاهلي هيدفع له الشرط الجزائي وهيخلص نفسه ويجي. فطبعا جوميز الميزة الوحيدة اللي عنده انه فاهم اللعيبة كويس جدا المصرية، وعارف لعيبة الاهلي كويس جدا، عارف قفشه وضعه ايه، عارف وسام ابو علي، عارف امام عاشور، عارف اللعيبه كلها، وحافظ فرقه النادي الاهلي. فطبعا ده رقم واحد. يجي بعد كده روزا. انا افضل المدرسه الالمانيه برضو. بعد جوميز يجي بالنسبه لي انا، يجي روزا، ومدرب فكره عالي، يعني مدرب فكره عالي. فبالتالي هتحس بفرق كبير قوي بينه وبين كولر. و بياخد مبلغ زياده شويه، لكن طبعا انت يعني الفرقه الاهلي لازم تبقى عالميه، انت داخل على معترك عالمي. ونتمنى ان احنا نوصل للادوار اللي بعد كده، يعني الدور ال 16، دور الثمانيه. متعة متعة. هل الخسارة وطلعنا من افريقيا هيعوضها لنا الاهلي بشيء لا يصدقه عقل؟ ان احنا نوصل لدور الثمانية وننافس الفرق الكبيرة ونعمل انجاز عالمي كبير جدا. اتمنى اتمنى ان يكون الخساره بطوله افريقيا ربنا يعوضنا بالدوري، واذا لم يتم موضوع ده، ان يعوضنا ان احنا نعمل مباريات ممتازه في كاس العالم للانديه ونوصل لادوار متقدمه. ودي هتبقى يعني الحاجه الوحيده اللي ترضي جمهور الاهلي وتهدي الدنيا شويه على جمهور الاهلي. لان كانت افريقيا عندنا حاجه كبيره قوي، احنا افريقيا بقت عندنا اكتر من الدوري، يعني بنحبها اكتر من الدوري. طبعا آه النهارده ان شاء الله في تشكيل منتخب تشكيل النادي الاهلي.
الجهاز الفني للنادي الاهلي. الكل فيه توقعات كتير، في ناس تقول ان محمد شوقي هيفضل في الجهاز وهيكون معاه الكابتن عماد النحاس. في ناس قالت الكابتن محمد يوسف، في ناس قالت سامي قمصان. في ناس مش عايزه سامي قمصان وعايزه بقى خلاص تغيير، عايزه يبقى في تغيير شامل كامل تمام من كل ناحيه. ف ان شاء الله يبقى فرصه يعني للمدرب. طبعا في ناس قالت على حسام البدري، وبالذات كابتن الكبير طه اسماعيل. كان بيفضل ان هو حسام البدري لما منه من يعني تفكيره واسلوبه وطريقته وقوة شخصيته. بالذات انت هتتعامل مع نجوم، لازم عايز زي شخصية مانويل جوزيه كده لما كان بيقعد بركات وبوتريكا وكان بيلعب نهائي كاس افريقيا في تونس، وكان مقعد فطاحل بره وكان قادر ان هو يسيطر على القصة دي. بس مش عارف بعد ما المشاكل الاخيره وان هو راح بيراميدز كابتن حسام البدري وكده، ما اعرفش اذا كان ممكن يقدر يرجع لقياده النادي الاهلي ولا لا. يعني هنشوف الفترة اللي جاية، وبالذات النهاردة هيكون القرار ان شاء الله، علشان التدريب الساعة 7 هيبقى في تجمع الساعة 6. والجهاز الفني الجديد هيقف مع اللعيبة وهيتكلم معاهم، والتمرين ان شاء الله هتكون الساعة 7 استعدادا لمباراة بتروجيت يوم الاربعاء ان شاء الله. طيب طبعا احنا اتكلمنا على المدربين الجداد المقترح ان هم يجوا. طبعا زي ما انا قلت جوميز رقم واحد، يجي بعد كده كروش، يجي بعد كده روزا، يجي بعد كده فايلر. فالاصلح منهم ان شاء الله، يعني انا شايف ان جوميز مدرب كويس جدا. كروش مدرب كويس جدا، بس مشكلة كروش ان هو حابب ان هو يدرب منتخبات بس. ليه؟ لانه ما بيحبش ان هو يتمرن كل يوم، يمرن كل يوم، ما بيحبش الوضع ده. انا مرن كل يوم بس في فترات قصيرة في التجمعات بتاعت المنتخبات. يعني ممكن مثلا يمرن له شهر على مدار السنة كله، او شهر ونص على مدار السنة كله. لكن ان انا امرن مثلا 10 شهور صعب قوي. فبالنسبه له هو بيصرح بكده، او قال للمقربين او اللي كانوا معاه برضو، ما يعني طلع الكلام على الوضع ده بالذات يعني. فان شاء الله يعني الاهلي طبعا مش هيقبل بالكلام ده، مش هيقبل ان هو يجي حتى فتره مؤقته لغايه كاس العالم، لا طبعا، لا لعيب ولا مدرب. طبعا هو باستثناء بس حمدي فتحي، وغير كده الاهلي مش هيجيب حد بشكل مؤقت خالص. طبعا روزا زي ما قلنا ان هو طالب 4 مليون او 5 مليون، والاهلي بيفكر ان هو يديله 4 مليون وبس. لكن المشكله كلها ان روزا برضو بي يعني بيفاضل ما بين عروض اوروبيه والاهلي، بس عنده في المقام الاول العروض الاوروبيه. طبعا مفيش وقت، يعني شهر بالظبط على كاس العالم. طب انت ازاي هتلحق؟ لا يا لا، يعني لازم يحسم الجدل في الموضوع ده، يا لا. لكن في بعض من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي زي منهم حسام غالي بيفضل روزا بامكانياته العاليه بصراحه وفكره المتطور. اخر اسم طبعا فايلر، وطبعا هيبقى صعب لان فايلر موقفه مع مجلس اداره النادي الاهلي ايام كورونا كان موقف سلبي جدا، ولما رضخ لكلام مراته ان هي مش عايزه تقعد في مصر بسبب كورونا. واللي عرفناه بعد كده ان هو ما بيطولش في انديه. مدرب رائع رائع رائع، وشفنا معاه احلى كوره، شفنا معاه احلى كوره. لكن زي ما بيقولوا الحلو ما بيكملش يعني، للاسف يعني. فان شاء الله ربنا يكرم مجلس اداره ويعني ويجيب لنا مدرب عالمي او مدرب كويس جدا يجاري الصفقات القويه اللي انت عاملها، الصفقات المهمه جدا. يعني مش هتبقى جايب عربيه حلوه وانت ما بتسوقش.
ما هو ده ابسط مثل. يعني انت جايب لي عربيه حلوه وما بتعرفش تسوق، طب ايه لازمتها؟ انت جايب لعيبه عظيمه جدا وما عندكش مدرب كويس. فلا لا طبعا لازم يكون مدرب كويس جدا. وطبعا كاس العالم بتغري اي حد، وان شاء الله الاهلي يكون توصل لمدرب كويس يقود النادي الاهلي في كاس العالم. بالنسبه لموضوع الصفقات، اللي جايه في الفتره اللي جايه، في صفقتين او ثلاثه محليين. في لعيب في الجهه الشمال، تمام، لان بنسبه كبيره جدا خلاص علي معلول ويحيى عطيه الله مش هيكونوا موجودين مع الاهلي. فالاهلي بيفكر في لعيب محلي يكون ناحيه الشمال، ولعيب في خط النص، ولعيب في خط الدفاع. فده بالنسبه للصفقات المحليه. اما للصفقات الافريقيه، الحقيقه في اسمين وملهمش تالت. الاهلي ما عادش خلاص بيفكر في اي لعيب صفقه افريقيه او صفقه مش محليه، صفقه يعني من الخارج، غير في محمد بن رمضان وكوتيسا. طيب محمد بن رمضان علشان يساعد امام عاشور ان هو يكمل معاه الناحيه دي، زي مثلا زي احمد رضا كده لما كان بيلعب في مباراه سان داونز. لا احنا عايزين بقى اللعيب اللي هو يبقى جنب مروان وقصاده امام عاشور ويسند مع امام عاشور. فمحمد بن رمضان بيأدي الحته دي كويس جدا، لعيب ممتاز جدا. كان طبعا حديث الساعه في الانتقالات الصيفيه، وخلاص كان خلاص هيجي النادي الاهلي، لكن تعثرت المفاوضات بسبب الامور الماديه. فطبعا الاهلي دلوقتي خلاص ما عادش فارقه معاه الامور الماديه، فهو بيفكر في محمد بن رمضان. طيب لكن هو لسه ما اتكلمش مع وكيله ولا اتكلم عليه خالص. طب مين الاسم التاني؟ كوتيسا. طبعا كوتيسا ده لعيب مبهر، لعيب لو تشوف فيديوهاته مبهر. فطبعا في فكر في لجنة التخطيط ان اللعيب ده لو اتساب ممكن نادي تاني يجيبه في مصر. فطبعا يعني هيفرق مع اي نادي، وطبعا انت بيعمل لك مشكلة. يعني انت جايب زيزو لكن برضه ده فكر. في فكر تاني يقول لك لا ما تعملش مشكلة مع ما انت جايب زيزو وجايب بن شرقي وجايب تريزيجيه، يعني هو تقريبا شمال، يعني بن شرقي وتريزيجيه فهيلعب فين؟ فطبعا الفترة اللي جاية كوتيسا لو جه هيبقى في حل وحيد. ايه هو؟ لان الاهلي محتاج لعيب في خط النص، ان هو ممكن حمدي فتحي يوقع نهائي. يعني الاهلي يكلم الفرقه القطريه بتاعته قطر القطري ويخلص معاه نهائي، ان هو يرجع الاهلي وهو اللي يكون مكان محمد بن رمضان. يعني حمدي فتحي يكون الصفقه البديله لمحمد بن رمضان، وهو اللي يلعب جنب مروان وقصاده امام عاشور. طيب في الحاله ديت يبقى الاهلي هيخلص كوتيسا. هيبقى عندك بقى في كل خط اتنين تلاتة اقوياء. ده اللي احنا ده السكواد اللي احنا كنا عايزينه، زي بيراميدز كده. بيراميدز عندها الحتة دي، عنده في كل خط اتنين تلاتة. طب اذا ما جاش يبقى ممكن بنسبة كبيرة، اذا ما جاش حمدي فتحي يبقى ممكن بنسبة كبيرة محمد بن رمضان هو اللي يكون موجود. وما نحاولش ان احنا، ويعني ممكن وارد جدا ان هو كوتيسا كمان ما يجيش الزمالك، لان طالب مبالغ كبيرة. ممكن يخلصوه الزمالك علشان يرضوا الجماهير بعد صفقة زيزو، الله اعلم. لكن هو احنا لازم نفكر في فرقتنا، بس نفكر ازاي نقوي فرقتنا، ما نعملش مشاكل مع فرقتنا. تمام. لو الحل ان انت تجيب 3 في خط واحد او 2 في خط واحد اقوياء مفيش مشكلة، وتستفيد من يعني بص كل الحاجات دي المدير الفني الجديد هو اللي هيقول. لازم المدير الفني الجديد هو اللي يقول انا عايز ده او مش عايز ده. ان شاء الله خير باذن الله. ان
شاء الله نعدي الازمه الاخيره ديت على خير. جمهور الاهلي لازم يفضل في ظهر فريقه. جمهور الاهلي لازم خلاص يوم وعدى او يومين وعدوا، خلاص بقى ننسى، نبدأ ندعم فرقتنا. عندنا معترك قوي جدا في كأس العالم. عندنا بنهاية 6 مباريات في الدوري، لازم ننهيهم بشكل قوي. اما كناش اخدنا البطولة الدوري يبقى نحافظ على المركز الثاني عشان نشارك في بطولة افريقيا. عايزين نعد فرقتنا بشكل قوي جدا لكاس العالم، علشان كاس العالم ديت هيطلع منها فلوس كويسة جدا لو طلعنا الدور الثاني، غير بقى طبعا الشهرة، غير الراحة النفسية للجمهور النادي الاهلي بسبب ان فرقته بتكسب وبتوصل الادوار اللي بعد كده. بعد كده الفرقة تيجي تريح ونبدأ موسم جديد بمدربنا الجديد بلاعبتنا الجديدة. وأتمنى أن يكون في اكتساح للموسم اللي جاي، دوري، كاس، سوبر مصري، بطولة أفريقيا. كل البطولات لازم الأهلي يبقى عنده الحافز انه ياخدها كلها، ولو فلتت بطولة او 2 مفيش مشكلة، لكن بالاخص بطولة الدوري، بطولة افريقيا، بطولة السوبر الافريقي، والاشتراك في كاس العالم 2029. لازم نحط في دماغنا الهدف ده الفترة اللي جاية. لازم نقوي فرقتنا بشكل قوي جدا. وان شاء الله الايام اللي جاية الامور تهدى ونحقق كل اللي احنا بنتمناه. ومعاك يا اهلي دايما، ومعاك يا اهلي على طول، ودايما الاهلي في قلوبنا، وعمرنا ما هنسيب النادي الاهلي. على المرة قبل الحلوة وعلى الحلوة قبل المرة، مع الاهلي دايما واقفين في ظهره ومعاه وهنسنده لاخر لحظة. شكرا ليكم، وان شاء الله نتقابل في لقاء جديد لما نعرف الجهاز الفني ونتكلم عليه سواء المصري او الاجنبي. والى اللقاء في لقاء قادم ان شاء الله. شكرا.